السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بالنسبة للعروض اللي هقدمها لحضراتكم حوالي 4 عروض. عندي أول عرض عبارة عن نيش، والعرض الثاني عبارة عن دولاب قطعتين، والعرض الثالث والرابع عبارة عن سجادتين. إن شاء الله بالنسبة للسعر للنيش 800 جنيه على هذا الوصف وهذا الشكل وهذا الأساس. حاجة كويسة وحاجة محترمة. الإزاز متكامل سواء بالنسبة للأضراف أو بالنسبة للظرف الخاصة بالنيش، إلا ضرفة واحدة مكسورة، وإن شاء الله هظهرها مع حضراتكم واحنا بنقلب داخل النيش بالنسبه للضرفه الاولى والضرفتين اللي في النص والضرفه الاخيره. عندي النيش بالنسبه لعدد الضرف 4 ضرف، ولكن عندي الضرف على كعبات. هل ده يعيب النيش؟ ما يعيبش النيش، ولكن النيش الافضل من كده النيش الجرار والنيش المفصلات، ولكن المفصلات غير متعارف عليه، ولكن النيش الجرار انا بحترمه جدا، وبتبقى حاجه حديثه بالنسبه لاي انسان حابب يقني اي نيش. ولكن النيش لحد ما بالنسبه للسعر حاجه كويسه وحاجه محترمه. 800 جنيه اظن ما تجيش على الرفوف الداخليه او الازاز اللي متركب في الظرف، لان النهارده حضرتك عشان تركب ضرفه او تركب اي رف هيتخطى سعره حوالي 800 جنيه او 1000 جنيه لو حبيت تلم ازاز النيش بالكامل. ولكن انا عندي النيش ما فيهوش اي ضرفه ناقصه غير الضرفه الاماميه اللي على شمالي اللي انا فتحتها امام حضراتكم. وعندي بالنسبه للازاز العاكس حاجه محترمه بدون اي شرخ، بدون اي تبقيع، بدون اي كسور. وعندي الدرج مع الضرفه كامل، وهنا الضرفتين اللي من النص انا بظهرها لحضراتكم هنا زي ما موضحها لحضراتكم وانا ماشي واحده واحده بكاميرا الهاتف، تبقى كل شيء واضحه لحضراتكم. بالنسبه للضرف عندي انا قلت الضرفه الاولى ناقصه ازاز، والضرفه الثانيه اللي انا بشاور عليها بايدي ناقصه ازاز، يبقى كده عدد الضرف اللي ناقصين بالنسبه للنيش ضرفتين ازاز مش متواجدين، ولكن الازاز كله كامل بالنسبه للضرف وبالنسبه للجنب اليسار والجنب اليمين وبالنسبه للضرفه اللي انا فتحتها امام حضراتكم. وعندي الرفوف بالنسبه للازاز كامله، ولكن عندي الخشب بفضل الله ما فيهوش اي مشكله، لاني اي انسان حابب يشوف الحاجه بوضوح انا بظهرها لحضراتكم. ولكن شكليا النيش على حد ما انا شايفه كويس، وشايف خشبه كويس، وشايف الازاز بتاعه ما فيهوش اي مشكله غير الضرفتين اللي انا اتكلمت فيهم. وعلى هذا الاساس انا منزل السعر، وسعره 800 جنيه سعر نهائي غير مبالغ فيه. ولكن بالنسبه للعرض الثاني عباره عن دولاب قطعتين قنطر خام، بالنسبه لكل قطعه مكونه من 3 ضرف. الدولاب محترم، حاجه كويسه جدا بالنسبه للخشب سواء للوش او للجناب او بالنسبه للظهر. عندي الدولاب محتاج الى نجار يكون شاطر ينصبه كويس ويربطه بالنسبه للمفصلات، والسعر 1200 جنيه سعر نهائي. وعندي بالنسبه للظهر زي ما موضح امام حضراتكم خشب بفضل الله بيضوي بدون اي شيء يعيبه غير ضرفه فقط لا غير. الخشب فيها ساقط، محتاجه الخشبه بسيطه. ولكن بالنسبه للعرض الثالث زي ما ظاهر امام حضراتكم عندي هنا سجاده شكليا حاجه عجباني، ولكن بالنسبه للسعر 400 جنيه، وبالنسبه للعرض 2 متر، وبالنسبه للطول على ما اظن 3 متر. السجاده بدون اي عيوب غير اللي انا اظهرها لحضراتكم بكاميرا الهاتف اثناء التصوير، ولكن ملامح السجاده كويسه بدون اي بهتان، بدون اي قطع او خرام او لسع غير اللي انا هظهرها لحضراتكم. فيها حاجه بسيطه جدا جدا لا تذكر، ولكن السجاده تتفرش ما فيهاش اي مشكله غير اللي انا بظهرها لحضراتكم وبعمل زوم بكاميرا الهاتف. اظن في شراشيب بسيطه جدا منسله من الحرف لا تذكر ولا تاثر على اي شيء بالنسبه للسجاده. والسعر للمره الاخيره 400 جنيه. بالنسبه للعرض الرابع والاخير عندي هنا سجاده على ما اظن متر و50 سنتي، يعني متر ونص في 2 متر طول. وعندي السجاده بالنسبه للبرواز في بعض القطع البسيط زي ما بظهر لحضراتكم بالنسبه للشراشيب وبالنسبه للجناب سواء اليمين او بالنسبه للشمال او البرواز الاخير في بعض الشراشيب متاكله، ولكن السجاده داخليا ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي شيء يعيبها بالنسبه للسعه وبالنسبه للقطع وبالنسبه للاخرام. ولكن السجاده شكليا كويسه وحاجه جميله وحاجه تحفه، ما فيهاش غير الاشياء اللي انا ذكرتها لحضراتكم. ولكن ده شيء ما يعيبهوش بالنسبه للشراشيب او بالنسبه للبرواز. ممكن حضرتك حابب تستخدمها على هذا الشكل وهذا الاساس ما فيش اي مشكله، ولكن حابب تعمل لها اعاده تطريز بالنسبه للبرواز برضو ما فيش اي مشكله. ولكن عندي فيه بقعتين بساط جدا مش ظاهرين غير بزوم كاميرا الهاتف. اظن انا كده وضحت وخلصت كل المعلومات اللي عندي، واللي عايز اي حاجه يتواصل معايا عن طريق الهاتف، وهسيب رقمي تحت الفيديو. وبالنسبه للرقم 03 وحيد 33 76 71 8. وبالنسبه للعنوان صفة اللبن محافظه الجيزه امام مدرسه طه حسين او احمد شوقي الابتدائيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.